قبل ما تبدا هتلاقي في الديسكربشن شرح كل المصطلحات اللي مهم تكون عارفها عشان الليسن ده يبقى سهل عليك. ويلا بينا نبدا. اتكلمنا في الليسن اللي فات عن اول 3 مراحل من ال5 مراحل الاساسيه اللي الادفرتايزر بيعدي عليهم، وهما الكامبين والاد جروب والكيوردز. ورابع مرحله هي مرحله الاد كونتنت. المرحله دي بيتم كتابه وتجهيز الادز، واللي بتتكون من صوره اساسيه من 3 انواع: ريسبونسيف اد وكول اد ودايناميك اد. اول نوع هو الريسبونسيف اد، وده نوع من الادز بيمكنك انك تضيف مجموعه هيدلاينز كتيره وديسكريبشنز، والسيستم او جوجل بيعمل عمليه تباديل وتوفيق لحد ما يعرف ايه هي التوليفه الصح او المناسبه. تاني نوع هو الدايناميك اد، والنوع ده من الادز نسبه تحكمك فيه قليله جدا لدرجه انك مالكش تحكم غير في الديسكريبشن، واي حاجه تانية السيستم هو اللي بيحددها. تالت نوع وهو الكول ادز، ولحد دلوقتي ده اجدد انواع الادز، معمول بهدف اساسي يمكن اليوزر يتصل بيك مباشره من الاد من غير ما يدخل على الويب سايت. في الجزء اللي جاي من قصتنا هنركز اكتر مع الريسبونسيف اد ده، لانه اكتر الانواع المستخدمه. هو بشكل اساسي عباره عن 3 اجزاء. اول جزء الهيدلاينز، وده انت بيمكنك انك ممكن تضيف لحد 15 هيدلاين، بس الهيدلاين الواحد ما يعديش عدد الحروف عن 30 حرف. تاني جزء هو جزء الديسكريبشنز، وده بيمكنك انك تضيف لحد 4 ديسكريبشنز، عدد حروف الديسكريبشن الواحد ما يعديش 90 حرف. وتالت جزء هو جزء الاكستنشنز، وده عباره عن 10 اكستنشنز هنتكلم عنهم بالتفصيل في الجزء اللي جاي. الاكستنشنز ببساطه عباره عن اضافات بتدي لك مساحه لكونتنت زياده منظم ومحدد عشان تقدر بيه تقنع اليوزر اكتر وتكسب درجه اتنشن اعلى، وبالتالي هتزود فرصه انه يختار الاد بتاعك من وسط كل الادفرتايزرز. وهي بتكون انواع كتيره ومختلفه بتختار منها حسب المناسب للكيس بتاعتك. هكلمك دلوقتي عن اشهر انواع الاكستنشنز دي من ناحيه الاستخدام، ولو محتاج تعرف تفاصيل اكتر عن باقي الاكستنشنز هتلاقيها في الديسكربشن. اول نوع هو الكول اكستنشن، ودي اضافه بتساعدك تزود في الاد بتاعك من بره رقم تليفونك عشان اليوزر يقدر يتصل بيك مباشره من الاد. تاني نوع وهي البرايس اكستنشن، ودي اضافه بتساعدك تزود سعر المنتج اللي بتبيعه في الاد بتاعك من بره. تالت نوع لوكيشن اكستنشن، ودي اضافه بتساعدك تزود العنوان بتاعك من بره، خصوصا لو عندك محل او موقع جغرافي وعايز اليوزر يوصلك مباشره ومش محتاج تدخله على الويب سايت. رابع نوع ايمج اكستنشن، ودي اضافه بتدي لك مساحه بصريه قادره تجذب انتباه اليوزر للاد بتاعك، وطبعا من خلالها بتقدر تعرض صوره او شكل المنتج. خامس نوع سايت لينكس، ودي اضافه بتساعدك تزود لينكس مختلفه في الاد. يعني تقدر مثلا تقول لو انت دكتور اسنان وعامل اد لزراعه الاسنان، تقدر تحط لينكس من خلالها يشوف الفريق الطبي باقي الخدمات وهكذا. سادس نوع واخر نوع هنتكلم عنه هو الكول اوتس، ودي معناها اضافه بتساعدك تكتب مزايا عنك اكتر في الاد. يعني تقدر تقول فيها مثلا انك بتقدم حجز بالتقسيط، متابعه يوميه وهكذا. وباكد عليك تاني باقي الاكستنشنز هتلاقيها في الديسكربشن، ولو في حاجه مش واضحه قول لنا. استخدامك للاد اكستنشن مش فرض، لكن بقى عامل رئيسي في تحديد فرصك في الكامبين. فكل ما هتكون مزود اكستنشنز اكتر ومناسبه اكتر للكامبين، كل ما هتزود فرصتك انك تكسب المزاد ده اكتر بسعر اقل. واخر مرحله من ال5 مراحل اللي اتفقنا ان انت كادفرتايزر هتعدي عليهم هي البيدنج اوبتمايزيشن. ببساطه جوجل ادز عباره عن مزاد، وانت كادفرتايزر عندك اكتر من طريقه انك تزايد بيها في المزاد ده. يعني انت ممكن توجه الكامبين بتاعتك انها تصرف اكتر واسرع لما تجيب عدد كونفرجنز اكبر، او مثلا لما تجيب كونفرجنز بسعر معين انت محدده. انواع البيدنج استراتيجيز كتيره وانت بتختار منها على حسب الانسب للكيس بتاعتك، بس ده ملوش علاقه بانك في السيرش كامبين كده كده هتتحاسب بالكليك، وهتفهم ده اكتر في الجزء اللي جاي. انواع البيدنج استراتيجيز وهم 7. 1 مانيوال سي بي سي، وهنا انت بتتحكم في كل حاجه مانوال، يعني بتحدد ايه تكلفه الكليك على نطاق الاد جروب او الكيورد. 2 ماكسمايز كليكس، يعني بتوجه الكامبين انها تصرف البادجت المتاحه بالطريقه اللي توصلك كادفرتايزر لاكبر عدد كليكس ممكن. 3 تارجت سي بي اي، وهنا انت بتوجه الكامبين بناء على سعر محدد لكل كونفرجن اكشن. 4 تارجت رؤاز، يعني توجيه الكامبين بناء على نسبه العائد على الثمن المدفوع فيها. يعني انت كادفرتايزر بتقول للسيستم اصرف البادجت دي اسرع واكتر لو حققت لي نسبه عائد اكس. 5 ماكسمايز كونفرجن، يعني بتوجه الكامبين انها تصرف البادجت المتاحه بالطريقه اللي توصلك كادفرتايزر لاكبر عدد كونفرجن ممكن بغض النظر عن التكلفه. 6 ماكسمايز كونفرجن فاليو، يعني بتوجه الكامبين انها تصرف البادجت المتاحه بالطريقه اللي توصلك كادفرتايزر لاكبر كونفرجن فاليو ممكن بغض النظر برضو عن التكلفه. اخر حاجه هي التارجت امبريشن شير، يعني بتوجه الكامبين انها تصرف البادجت المتاحه بالطريقه اللي تضمن لك كادفرتايزر الاستحواذ على نصيب محدد من الامبريشنز المتاحه. بس باكد عليك تاني ده ملوش علاقه بانك كده كده في الاخر هتتحاسب بالكليكس. وما تقلقش، في الادفانسد انتراكتيف كورس هتلاقي اكتيفيتيز تخليك قادر تحدد امتى تستخدم كل استراتيجي. نرجع لقصتنا، انت كده كادفرتايزر جهزت كل حاجه في الكامبين، بس ده مش معناه ان دورنا خلص، بالعكس ده احنا دورنا تقريبا هيبتدي في المراحل اللي جايه، وده اللي هنشرحه بالتفصيل في باقي الليسنز.